بشيء من الماضي نروي قصة اليوم. قصة لتراث عريق وعادات لا يغيرها الزمان، وتاريخ شهد على إنجازات تحققت لجيل قادم قادر على تحقيق المزيد. نتطلع لمستقبلنا بنظرة متجددة لنكمل معا مسيرة انطلقت منذ 51 عاما حين رفعنا علمنا لأول مرة بين الأمم، واليوم ها هي رايتنا تحلق خفاقة بأيدي قيادة وشعب دولة الإمارات، متعهدين معها لوطننا بقيم التسامح والتعايش والوحدة. وبين عام مضى احتفلنا خلاله باليوبيل الذهبي لتأسيس اتحاد وطننا، ها نحن نحتفي بميلاد عام جديد نشق طريقنا فيه لمستقبل يسع الجميع، ل50 عاما قادمة تحمل معها أحلام آبائنا الحالمين الأوائل بوطن لا يعرف المستحيل، وطن الحلم والإنجازات. عام أطلقت فيه قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه رؤية نحن الإمارات، رؤية حكومية للعقد القادم تمهد الطريق ل50 عاما جديدة. نحن الإمارات 2031 هو برنامج تنموي متكامل للسنوات القادمة يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، ووفقا لعدد من المؤشرات أهمها رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وأيضا زيادة في صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، ووضع الإمارات بين أفضل 10 دول عالميا في مؤشر التنمية البشرية، وأيضا رفع مركز الدولة في مؤشر الأمن الغذائي لتكون ضمن أفضل 10 دول. أن تتوج الدولة بالمركز الأول عالميا في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وأيضا تعزيز مكانة الدولة لتكون الأولى عالميا في مؤشر الأمن والأمان، وغير ذلك من المؤشرات الطموحة المنسجمة مع مئوية الإمارات 2071 والهادفة لأن نبقى دائما الرقم الصعب، ولنؤكد للعالم بأن عيال زايد لا يعرفون المستحيل، بأن عيال زايد لا يعرفون المستحيل.